طبعك انا عرفت طبعك. انا غادي نحاول نبدا نعاود الكلام ديالك باش يتسمع مزيان، صافي ماشي مشكل. انا كنحاول نتكلم بالجاد باش الناس يسمعوني ولو كنتعب مع الصوت مرتفع. قل لي اخي الكريم، انت اول مره كتزورني هنا؟ اول مره. اول مره، اول تجربه معايا. اول مره. جربتي الرقاة الاخرين؟ جربت شحال من مره. شحال من سنه وانت كدير الرقيه الان؟ واش نقول لك انا واحد 11 سنين تقريبا. 10 سنوات من الرقيه. الرقاة في مدينه واحده او في عده مدن. في عده مدن، سبحان الله. 10 سنوات من الرقيه في عده مدن. النتيجه كاينه او لا؟ نتيجه والو. بدون نتيجه. قل لي اخي الكريم، شنو هي الاعراض عندك؟ شنو هي الاسباب اللي كتخليك تمشي تدور على الرقاة؟ الاعراض اللي كانت عندي في الاول هو بان كنت كنحس براسي بدا ما هواش الخدمه، مابقاش كنخدم، مابقاش كنقدر نخدم. عندي مشاكل مع العائله، مع المراه، مع الناس. الخدمه تقريبا من واحد 3 سنوات دابا، 3 سنين ما كنقدرش ندخل الخدمه ديالي. يعني ما كتقدرش تخدم، مشاكل. عندي خدمه حره ديالي. عندك ولكن فاش نمشي غير باش نقابل ولا باش نرد بالي نخلي كل شيء. يعني عندك الحمد لله واحد العمل ديالك خاص بك ومزيان وعاجبك وفيه مدخول مزيان، الحمد لله. وانت ما بقيتيش قدرتي تخدم. ما قدرتش مثلا صافي. مشاكل مع العائله، مع المراه. مشاكل زوجيه. الزوج. كمل. رغم كنحاول نصبر وهي صبارة. الله يجزاها بخير. الله يجزاها بخير. صافي. ايوا الحمد لله، من ذكرتيها بخير الحمد لله. لا عمر هذا. الله يجزاها بخير. كمل. ولكن كنعرف بان هادشي ماشي خاطر مسكينه، كيجي بعض الحالات اللي كتعرف بان راه ماشي خاطر. وانت اللي كتضغط عليها واقيلا. انا عارف راسي بان شي حاجه ماشي عاديه عندي، ولكن واحد الوقت كنجي ما كنبقاش نتحكم في راسي. شنو هو داك الشيء اللي عندك ماشي عادي؟ شنو هو؟ سرعه الغضب. زيد. يعني انت كتغضب؟ كنتقلب. كتبان فيك ظريف. هو ظريف، ولكن كنجي واحد الوقت كنفعل بدون سبب. سبحان الله. يعني اللي شافك شي واحد والطريقه كيفاش كتكلم بها وكيفاش دخلتي بها كتبان يعني ما فيكش الغضب. لا والو، ما في اصلا، ما فيش، ولكن راه كيوقع بدون نشاط، بدون اراده. لا نشاط. كمل. عندك سرعه الغضب. شنو ثاني؟ شنو نقول لك؟ صافي الجسم ديالي كله هناك. الجسم ديالي كان عندي صداع في الراس. التعب البدني والصداع في الراس. بطن. الم. الم شديد، ماشي الم. نعم فهمت. الشهيه ما كايناش، الماء مابقاش كناكل. سبحان الله. وهادشي شنو هو السبب ديالو؟ السبب ديالو خويا غادي نكتشف عشان نكتشف بعدا مؤخرا، نعاود لك شنو اكتشفت. شنو اكتشفتي؟ اكتشفت بان كندخل بعدا فيديوهات. اكتشفت بان فهمت بان شي حاجه ما عادياش فيا، شي حوايج ما عادياش. هذه اللي بدا كتحرك راسي. نبداو دابا في اكتشاف امرك او اكتشاف قضيتك. اكتشفتي بان الاصابع ديالك والايد ديالك كيتحركوا بوحدهم. شنو تعني؟ اكتشفت بان هذا العين ديالي ملي كنشوف الحكم كنصلي كترسم لي واحد الدائره. اكتشفتي بان عينك اليمنى كترسم دائره في الحيط، يعني كتشوف دائره في الحيط بعين واحده. دائره في الحيط. كمل. ملي دخلت الفيديوهات كنتصنت مثلا هاد الاعراض وهذا كيهضروا على داكشي ديال الروحانيات وديال هذا وديال هذا. يعني شحال ديال الروحانيات مثلا راه كاينه معاك. من باب الفضول دخلت لواحد الفيديو طريقه كتابه طريقه الكشف السحر عن طريق الكتابه. دخلتي عندي هذا. عندي. ما عرفتش. عندي. يعني كاينه بين واحد الايد كتكتب. ايد كتكتب. في الفيديو ديالي واحد الكويتي من الكويت. الله اعلم. يعني لقيته غير بالكاميرا وكيهز ستيلو يدو كيبدا يكتب بوحدها. كمل. اكتشفتها درت انا اول تجربه. يعني بغيتي تجرب انت قلت. انا جربت. وانت نقلتيها من عندي من الفيديو ديالي. انا ما قلتش. انا غنوريها لك. انا ما عرفتش. انت شفتيها في فيديو. شفتها في فيديو. وانت بغيتي تنقلها. صافي كطلبهم صافي وبدا كيكتبوا لي شي امور. بدات كتكتب لك يدك. كمل. اكتشفتي بلا يدك كتحرك بوحدها، اكتشفتي بلا يدك كتكتب بوحدها، وهذا الشيء هذا شفتيه عندي في اليوتيوب، سبق لك شفتيه عندي. كمل لي. شنو هي الاعراض الاخرى اللي عندك الغريبه اللي اكتشفتي؟ اكتشفت بان بدا كيذكروا لي شي اسرار اللي انا اصلا نسيتهم في حياتي. شكون هما اللي كيذكروا لك الاسرار؟ كتبها في يدي. يعني اللي كتكتب لك اسرار. اسرار. نكمل. اسرار مثلا ديال 20 عام ديال شنو ديال 30 عام، شي حوايج اللي نسيتهم انا كاع اصلا ناسيهم من الذاكره.
يكتبوا لي ها مثلا كمل. سافرتي في اليوم الفلاني مشيتي لأكادير، مشيتي لطنجة، مشيتي لهنا، مشيتي لهنا، مع من كنت، اشنو وقع لك، فهمتي؟ يعني كل شيء بتفصيل. ها يعني هاد الشيء هذا كيتكتب لك مفصل. ممتاز. الاحداث غالبا عندك شي حاجه اخرى بتقولها لي؟ الاحداث الغريبه هو هذا الشيء اللي كيكتب، يعني ماشي ما كيقولوا مثلا يعني روحانيات ولا مسلمين ولا هذا. لا، هذه ساحره فيها. يعني باش عرفتيها ساحره؟ الساحره حيت اصلا طلبات مني شي امور في الاول. شنو هي طلبات منك؟ طلبات مني قالت لي غادي بالصوت مرتفع. طلبات مني مثلا قالت لي غتبقى تصلي الاثنين والخميس. فهمت؟ تصلي الاثنين والخميس، تصوم الاثنين والخميس، تصلي في الاوقات ديالك، الوقت ما يفوتوكش في الوقت، تصلي جوج ركعات من بعد، فهمت؟ صلاه. المهم كلشي ماشي مزيان. المهم طلبات منك امور شرعيه. زيد كمل. يعني هاد الساحره اللي كتقول هي فيك، كيفاش طلبت منك هاد الامور؟ هذيك استدراج. باش طلبتها منك؟ بالكتاب. يعني بالكتابه كتكتب، كتامرك فيها. هاد الساحره اللي كتقول انت كتقول لك خاصك تولي تصلي، خاصك تولي تصوم الى اخره. ودير الاذكار ديال الصبح. كمل. دير الاذكار ديال الصبح. وهذا استدراج هذا. استدراج. انا فهمت، عرفت استدراج. هذا فهمتي انت استدراج، هادشي اللي قلتيه قبيله. ورد بالك من فلانه. يعني كتحضرك من فلانه. شكون هي فلانه؟ فلانه بالاسماء، ما نذكرش اسماء. كتذكر لك هي بعض الاسماء. تقول لي بعض الاسماء. فهمتي؟ ورد بالك من فلانه، ورد بالك من فلان، غادي يسحرك هاد الايام، لذلك عليك بالوضوء. فهمت؟ يعني باش تبقى على وضوء وتبقى دير الاذكار ديال الصبح ودير هذه فهمنا. يعني دابا الساحره كتامرك، هاد الساحره اللي فيك كتامرك بالصلوات وكتنبهك باش تكون محصن باش ما تتاداش. كمل. شنو ثاني؟ صافي من بعد جاتني واحد السافره غنسافر. حاول تختصر لي لان باش الوقت راه بقينا بحال كنبقاو حتى 6 العشيه. حاول تختصر لي. تقرا قصه طويله. لا غير اختصر لي، قول لي غير الاعراض اللي عندك. الا بقينا قصر ما تعاودش لي قصه 10 سنوات. الا بغيتي تعاودي قصه 10 سنوات غنبقاو هنا من هنا حتى 12 الليل. بصح انا ما غنسالوش. المهم هذه اكتشفت بان ساحره. المهم اكتشفتي بلا ساحره. الاعراض اللي عندك انك يدك كتكتب وكتكتب لك بعض الامور. ولكن يدي كتهز وكتحط لي على يدي على هنا. كتجي على البطن ديالي. كتقول لي اقرا سوره البقره، سوره هذا للعلاج. فين كتقولها لك؟ في نفسك ولا كتكتب؟ المهم حنا فهمنا بلا كتكتب وكتنبهك وكتقول لك شي حاجه عن طريق الكتابه. كاين شي حاجه اخرى من هذا الشيء؟ لا ما كاينش. صافي. اجي انا نعطيك ورقه وستيلو. ها هما حطيت لك ورقه وستيلو هنا. هز اخويا الورقه وستيلو. بلاتي دابا الان انت فيك ساحره ياك؟ دابا بغينا هاد الساحره تكتب ياك؟ دابا شكون اللي غيكتب؟ بلاتي نسولك شكون اللي غيكتب دابا، انت ولا الساحره؟ هي. يلا نشوف شكون اللي غيكتب. شنو تقول لها؟ سول. نسولها. يعني دابا نسولها انا وهي غتكتب. طيب اول سؤال غادي نسولك انت اشنو سميتك؟ ممكن تكتبي من الفوق، تبداي من الفوق. دير ورقه من الفوق كتبي سميتك. خلينا نشوف واش كتبتي. شنو هي هذيك؟ سمايه ولا خاصك ما تعطليش؟ لا بقيتي بحال هكا ما غاديش حيد نشوف واش كتبت. الاسم فايتك تكتبوا لي ديجا. حيد نشوف سميه. سلمفانه ولا ما سلمانه. حيد نشوف سلمانه. واخا انت سميتك سلمانه. واخا كتبي لي اش من نوع في الجن انتيا؟ دابا انت خويا كتقول هي اللي كتكتب ياك؟ ماشي انت؟ متاكد؟ متاكد.
اتكلم بصوت مرتفع. متاكد. يعني ماشي انت اللي كتكتب. انا نعطيك الاسماء اللي كتبت لي ديال لا لا لا، غتجاوب لي على سؤالي، ما سولتكش على الاسماء، جاوب لي على سؤالي. يعني ماشي انت اللي كتكتب، هي اللي كتكتب. حيد نشوف. الناس مازال ما كتبناش. مازال ما كتباتش. دابا شكون اللي قال، شكون كيقول مازال ما كتبش؟ واش انت ولا هي؟ انا ما كنهضرش ها على اللسان ديالي. ها انت دابا كتكلم انت، واللي كتكتب هي. اللي كتكتب. حيد نشوف شنو هذيك كتبت النوع. مازال ما كملاتش. دابا كتبت النوع. واخا نحيد. دابا قلتي واخا نمحيو، يعني انت اللي قلتي واخا نمحيو. انت اللي قلتي، يعني انت اللي كتمحي. ماشي دابا انت اللي كتمحي وهي كتكتب. غير سير معايا وثبت معايا الامور. دابا انت اللي محيتي هذيك، حيد نشوف ديك اللي محيتي. واخا بلاتي تكمل. يلا نركزوا في هذا الامر هذا مزيان. يعني دابا الجنيه هي اللي كتكتب ماشي انت. لا هي يعني الساحره اللي فيك نتايا. يعني انت الان كتقول فيك ساحره. كنكررها لك. ساحره. وانت من محيتي هذيك الكلمه، انت اللي محيتيها. انا محيت. وعلاش محيتيها انت؟ حيت ما واضحاش. وياك هي اللي كتكتب، علاش انت غتمحيها؟ لا ما كتحكمش ليا في يدي 100%. يعني كتحكم لك في يدك في الكتبه. في الكتبه. ولكن ديك الكتبه اللي انت ضربتي عليها، سير معايا بعقلك. دابا انا راه غادي معاك. نوع الطيور ولا ما شنو؟ نوع طيور هذيك. حين نشوف نوع طيور. نوع طيور. دابا فيك ساحره سميتها سنمانه. نوع طيور. واخا غادي نسولك اسنمانه. دابا كنتكلم انا مع سنمانه، كتبي لي واش نتيا كتعرفي الامور اللي كتحدث. مثلا كتبي نعم او لا. مثلا تعرفي شي حاجه غتوقع، شي حاجه غتوقع في المستقبل، وهذا علم غيب لا يعلمه الا الله. هذا سؤال، نعم او لا. حيد صافي حيد. لا مزيان كتبت لا. طيب واش كتعرفي داكشي اللي واقع لهذا السيد؟ من طبيعة الحال السيد راه عارف نفسه. واش ممكن تعرفي انا اش واقع ليا مثلا في الماضي؟ تعرفي سميتي، سمية امي، شحال عندي تاع الاولاد. ممكن تعرفي عليا شي حاجه انا، او تعرفي على الناس على الماضي ديالهم. يعني هل انت عرافه؟ نعم كتبتي نعم، يعني انت عرافه، انت ساحره عرافه. ممكن تعرفي الماضي ولكن المستقبل ما كتعرفيش. ممتاز، يعني انت عندك علم بالماضي وما عندكش علم بالمستقبل. طيب نبدا بتجربه الان. ساسالك عن شيء في انا، هذا الامر معلوم، ما اعطيكش حاجه سريه وغتكتبيها لي. صافي. شحال عندي انا من اخ واخت؟ الاخوه ديالي خوتي. شحال عندي من بنت؟ شحال عندي من دري؟ انا كتبي لي كم من ولد، شحال من ولد. راه ممكن ديري ارقام. الا بغيتي ديري ارقام ديري ارقام، الا ما تعرفيش تكتبي كتبي ارقام. شحال من ولد، شحال من خو؟ حيد. هذا الاخوه البنات ولا دراري ولا كل شيء؟ واش كل شيء ولا هو البنات ولا الدراري؟ حنشوف. كتبتي كل شيء، يعني حنا بالولاد والدراري حنا 5 خوت. انا كاين خويا سميتو عثمان، كاين خويا سميتو منير، كاين خويا سميتو عز الدين، كاين خويا سميتو احمد، كاين اختي سميتها فاتحه، كاين اختي سميتها ناديه. حنا 7، كل شيء 7. خطأتي هنا، يعني انت ما كتعرفي والو. واخا نعم. يعني ما كتعرفش. لا ما شنو بغيت تكتب لك انت جي هنايا ماشي مشكل. ماشي مشكل، نمشيو حاجه اخرى. ماشي مشكل. عندك
ها انت ماشي مشكل كتبي لي، ها انت يا سلمانه كتبي لي انا علاش عطيت الاسماء بالضبط باش الناس يعرفوني بان صادق ما كنكذبش عليك. كتبي لي اسم امي انا، يعني شي حاجه كيعرفوها جميع الناس. انا كنعطيك شي حاجه يعني واضحه لاي انسان كيعرفها. اسم امي. انا كندير معك تجارب الان. ليس لي دخل. لا لك دخل، انت قلتي ليس لي دخل، بمعنى انت الان ما كتعرفيش، اذا انت ما كتعرفي حتى شيء. ها انت انا نحط لك ها يا فلوس هاي شوفيها، انا نحطها هنايا، ممكن تعرفيها، تجي تعرفيها، انت عرافه ممكن تعرفيها، نحطها في مكان تجي تعرفيها، تخرجي منه تشوفي. نعم. ها نعم. يلا غمض عينيك، يلا صد لهي، استدر، وقف اخوي وقف، استدر لهي، انا نحطها لك وتقول لي فين حطيتها بالضبط. صافي بقى باش نقول انا فين حطيتها، يعني فين درتها. الا قلت لي فين درتها بالضبط راه غادي نعرفك معلم. يلا انا غادي نحط فلوسي وانت غتجيب ديالي. صافي يلا وريني فين درت الفلوس. هزي قلبي بيدك سير لا بيدك. يلا فين درتها؟ يعني درتك شي حاجه بسيطه قريبه ليك، ماشي شي حاجه صعيبه، يعني ممكن غير بالعقل توصلي ليها، يعني ما تحتاجيش التعريف، يعني جيبوا انسان عادي ممكن يتوصل لها بالذكاء ديالو. اين؟ هذا اخر سؤال سهل. تحت زيد، تحت المنطقة، تحت زيد، تحت المنطقة. هاي نشوف اش كتبت تحت المنطقة. أنا أظن المنطقة هاد المنطقة اش كتعني بالمنطقة؟ عاود كتبي لي تحتاش. هذه سميتها طابي، هذه طابي، هذا طابي، هذا هاتف، هذا الجوا، هذا ديال السيبورة تاع التليفون. كاين هادشي كله هنايا، نعتي لي كاع، قول لي شي حاجة نعتي. كاين هذه كنورك بها على الكتيبة، كاين هاد الساعة المائية، كاين ميكرو. انا درتها لك هنا، يعني اختاري وحده. هذا الطابي التليفون تحت البيسي، تحت الحافظة ولا مع الحامضة. الحافظة شنو هي تحت الحافظة شنو هي الحافظة هذه؟ شنو الحافظة هذه؟ شنو الحافظة؟ كاين الهواتف، كاين الطابي، ما عرفتش انا ياك انت كتكتبي نعطي لي بصبعك، انت كتكتبي ما قدرش نعطي بصبعك، ياك انت كتحكمي لي في يدي. تحت الحاملة. حاملة ديالاش؟ حاملة الهاتف ولا حاملة حي نشوف اش كتبت تما. تحت حاملة العلاقة ولا شنو؟ تحت حاملة العلاقة ولا شي حاجة. ها هي انا فين درتها قدامك، ها هي تحت حاملة شنو؟ هذه مش العلاقة، هذه قلت لك ديال الكتيبة، هذا جرس الكتيبة. اذا احنا درنا هذا 5 دراهم امامها وقريبه لها، بمعنى انا اش بغيت نبين لك اخي ديالي، اسمع مزيان صافي جلس مكانك. شكرا على، انا بغيت نبين لك اخويا بلا ما عندك لا جن ولا والو، هادشي كامل باغي نوضح لك بلا راه ما فيك لا جنيه ولا ساحره ولا شيء، وانما انت يا اخي الكريم انت عندك وسواس فقط.
ايوا راه حنا هذه دابا اخي ما بقيتش محتاجها هو قدامي، محتاج شنو كتبت لك تما، ها هو قدامي، هو كلشي درنا تجربه. راه يمكن اخي الكريم هي دابا التجربه قدامي. راه يمكن هذه من الخدع ديالها. اخي الكريم ما كنتخدعش انا. لا من الخدع. يا اخي الكريم ما كنتخدعش انا. من الخدع باش تبين. يا اخي ما كنتخدعش انا يا اخي. يا اخي ما كنتخدعش انا، كنت اللي مخدوع. يا اخي كنت اللي مخدوع. اخي الكريم انا ما مخدوعش انا. اشنو انت بغيتي تدافع على الوسواس ديالك؟ واخا كان معكم شي واحد هنايا قبيله سميتو اسميتو. يلا دخلت كتبت لي الاسماء ديال الناس اللي كانوا ضايعين. يلا قول لي الاسماء اللي دازوا الناس مريح. قول لي الاسماء غير السرعه يا اخي ومرحبا. تفضل قول لي الاسماء. قرا لي الاسماء اللي كتبت لك. كتبت لي سفيان. زيد سفيان. كمل. محمد. زيد محمد. سناء. زيد سناء. سكينة. زيد. سلمى. زيد. وسعاد. هذه لاجوندا تاع اليوم. شوف هذه لاجوندا اليوم. هذا هو التاريخ. هذا ورقه بايدي. قرا ما كاينش هاد الاسماء كامل اللي قلتي. ما كاينش ولا اسم واحد من هادشي اللي قلتي، يعني انت شفتي بعينك وانا كاتبه ما عارفكش غتدخل عندي، انا اي واحد كيدخل عندي كنسجله. يعني ها هما التسجيلات مسجله والاسماء ديالهم، ها الاظرفه. شوف في هنا ها الاظرفه خويا، باش ما نكذبش عليك انا. ها الاظرفه، ها الاسماء. ياك انت سميتك هي ها اللي داز، ها هم كيتسجلوا هنا ها ولا اسم من هذا. تفضل اخويا ندير لك الرقيه ديالك. جلسه تما ندير لك جلسه تما، ماشي مشكله، تما ندير لك الرقيه. دابا غندير لك الرقيه ديالك كامله. عرفتي دابا شنو عندك الاخ الكريم؟ لا عارفش عندك. عندك وسواس. لا شوف الا بقيتي اسمعني. اسمعني الله يرضى عليك. متاكد بان شي امور. الله يرضى عليك. شي امور الله يرضى عليك. اسمع. والله الا شي امور الله يرحمه. انا راه ماشي شي امور اللي ما عارفهاش انا. راه ماشي خويا. واش بغيتي تولي عراف؟ راك وليتي عراف. انا ماشي بغيت عراف. راك وليتي عراف غير بالوسواس، ماشي وليت. انا جيت باش نتعالج يا اخي. انا عرفتك. انا عرفت اخويا. لا اخي الكريم دابا اش كندير لك انا كنعالجك. انا بغيتك الخير. دابا اش كنقول لك يا اخي؟ راه ما فيكش السحر. ياك جيتي عندي انا راه ما فيكش الساحره، راك غير موسوس. راه وسواس هذا. انت جاي عندي باش تعالج وما بغيتش تصمت ليا وما بغيتش تصدقني. اش غندير لك؟ بغيتي نكذب عليك نقول لك فيك ساحره؟ واش نقول لك فيك ساحره وتبقى تجيب فلوسك صافي؟ انا قلت لك عندك وسواس، انت مريض في نفسك. هذا مشكل في نفسك يا اخي. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت طحتي في التكهن وطحتي في علم الشعوذه ووليتي عراف. واسمعني ما تقوليش لا، راه هذا معناه يا اخي، راه هذا هو معناه. اشنو بغيتي نجيب لك مقال كاتبه معنى العراف؟ انا كنت عارفك تجي عندي اليوم ولا ما عارفكش؟ قول عارفك تجي عندي اليوم ولا لا؟ تكلم. انا باش عارفك ما عارفكش. انا كتبت في مقال هنا. ها هو مقال. ها هو غادي نهزوه وتشوفوا وندخلوا ليه هنا. اجي اخويا وقف معايا. قف اجي تشوف. ياك هذا التليفون ديالي. احنا غادي ندخلوا للمقال. ها هو شوف البارح مع 2:55 تاع الليل باقي كنكتب فيه. 2:05 شحال؟ و55 2 يعني 3 الليل وانا كنكتب في هذا المقال. هذا بحث هنايا. شوف انا اش كتبت. شهد العالم منذ القدم تفنن في المكر والخديعة والاحتيال في كل المجالات. المجال الديني والمجال السياسي والمجال الاقتصادي والمجال التجاري، حتى الحرب تشهد ذلك ولو من بعد أن تضع أوزارها، يعني حتى من بعد الحرب كتكون خدعة. ولا زال الأمر كذلك قائم حتى تقوم الساعة. هذه سنة الله في خلقه. قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كتشوف هذا مقال كتبته البارح مع 3 الليل، يعني تقريبا مع 2:30 الليل ساليته. قلت هذه سورة الأنفال:
وقال الله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والخداع هنا قال العلماء، هنا كتبت معناه، ها هو معنى الخداع، هذا البقرة 19. هذا قول العالم. ثم استرسل في الكلام وقلت وقال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، سورة النساء. وقلت هنا كتبت والخداع خداعا، خداع محمود وخداع مذموم. والخداع المحمود هو الذي فيه خير للعباد ولا يخرج عن نطاق الشرع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. أما الخداع المذموم وهو الذي فيه نصب واحتيال وكذب على الناس مثل العراف والدجال والمشاوي. هاي العراف والدجال كذلك يخدعون. أما العراف فهو المدعي الأول للكذب، أي هو أكبر محترف في عالم الخداع والمكر. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني أنا صدقتك راه غنكفر، اسمع مزيان، إلا صدقتك راه غنكفر أخي. ونسوق هنا من أقوال أهل العلم في تعريف العراف، وغادي نبين التعريف للعراف. قال البغوي أو التعريف اللغوي، هنا أبين التعريف اللغوي. في معنى اللغة العرافة بالكسر، العرافة بالكسر تأتي على معنيين. يقول أهل العلم من علماء اللغة يقولون بأن العرافة أو العراف تأتي على معنيين بالكسر. الأول بمعنى عمل العراف وهو بمعنى المنجم والكاهن. العراف يخبر عن الماضي، والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل، والمنجم الذي يدعي معرفة الغيب والمستقبل إلى آخره. فهمتي معي الآن؟ ايوا جلس اخويا، ما نتكلمش عليك انت بوحدك، وانما كنتكلم بصفه عامه. ها العراف، ها معنى العراف هذا في اللغه وحتى معناه الشرعي نفسه. هذا هو المعنى الشرعي عن العراف، انه من يدعي معرفه الماضي فهذا عراف. وهذا الشيء اللي كيوقع لك انت اخي الكريم. لا انا ماشي كيوقع لي يا سي ما ولا يا الله يجزيك بخير. انا لا فاهمك، انت راه كيوقع لك، راه كيوقع لك، ها هو هذا الشيء كيوقع لك. علاش كتقولي ما كيوقعش لي؟ راه هذا الشيء اللي وقع لك الان. راه دخلتي في مساله العراف الان بلا ما تشعر. لهذا احنا بغينا نعاتقوك. واتق الله يا اخي، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص سمعنا هذه الايات وارتاح. حنا بغينا لك الخير. حنا لو هدفنا الناس، هم الناس عاوتاني دخلوا يعرضوا كتعمر الدنيا ومخليينهم. علاش خلينا الناس كاملين؟ علاش تركنا الناس كيتسناو في قاعه الانتظار وكاينه كنشرحوا لك؟ خدموا عقولكم يا اخواني، الله يجزيكم بخير. انا من اجلكم، راه من اجلك انت يا اخي، الله يرضى عليك. صافي اخويا، اسمع الرقيه ديالك وارتاح مع راسك وحيد الوسواس، حيد الوسواس الله يرضى عليك. صافي اخويا، دابا فيك عرافه ولا ما فيكش؟ لا ما فيكش. لا ما تقولش ما عرفتش، خاصك تجاوب تقطع قطعا. هذا راه شرع، راه دين. دابا واش انت عرفنا ما عرفش؟ لا انا حاشا باش نكون عرف. مزيان عارفك. انا دابا راه غير كنصحح لك واحد الخطأ في نفسك. الحمد لله انت ماشي عراف. واش فيك ساحر عراف ولا ما فيكش؟ خاصك تجاوب. كاينه شي حاجه ولكن ما فيكش يا اخي. كاينه شي حاجه فيا. علاش باقي ما صدقتيش؟ لا هي كاينه شي حاجه فيا. وما فيكش لا ساحر، وفيك وسواس، وعندك اعراض الوسواس، وكتنفصل على شخصيتك بهذه الطريقه. هذا نوع من الامراض النفسيه اللي كتواجد عند الكثير يا اخي. راه الكثير من العرافين عندهم هذا المشكل هذا، وكيسحبوا انهم يظنون ان فيهم شيء. وكاين بعض العرافين اللي عندهم الجن كيخدم معاهم، كاين. اما انت ماشي النوع اللي عنده الجن، انت من النوع اللي عنده الوسواس فقط. فهمتي اخي الكريم؟ الا بغيت تعالج خاصك تفهمني هذا الشيء. ما فهمتيش ما غاديش تعالج. حنا كنتكلم معك بحال خوتك، نتكلم معك بصدق يا اخي. الله يجزيك بخير. تكلمنا معك بكل صدق والله العلي العظيم. يلا بسم الله أرقيك والله يرعاك والله يشفيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هدئ ايدك ما تعيش اليوم، انت عاقل دابا، هدئ ايدك صافي. ممكن تهدئهم، تكلم معي بلسانك، برك مقعد، برك رجع الله، قد الكرسي، ها ارتاح مع راسك، خذ الراحه ديالك، خذ راحه، خذ راحتك، كتبان لي ما خايتش راحتك، دير يدك فوق هذوك، خذ راحه ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أرقي من وقر أدم الله يبري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلينا ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا العين. اطلق نفسك أخوي، اطلق نفسك. أنت ما عرفش تطلق نفسك، ما عارفش ما عارفش طلقت نفسك أخوي. حنا عارفين إنك طيب وعارفين، حنا ما كنتكلموش على طيبة، حنا كنتكلموا على المرض اللي فيك، حنا كنتكلموا على المرض يا أخي. حنا ماشي كنواجهوك كعدو ديالنا، لا حاشا وكلا. حنا دابا كنواجهو مرض فيك، هاد المرض خاصك تفهم. طلق نفسك، طلق وخذ واحد الايه، طلق خذ نفس مع راسك، الله يهديك، نفس مع راسك واسمع القيد ديالك. حنا قلنا كنمشي الجن هذا ما فيك لا جنيه ما فيك لا سحر لا والو. رانا قلت لك راك فيك وسواس، قلت لك راك انت مريض في نفسك الان، راه غتخرج على نفسك، راك وليتي كتكلم بعراف، راه شرك بالله. راه دابا انت الشيطان لعب بيك، نفسك لعبت بيك، الشيطان وسوس لك. حاول تفهم هاد الخديعه اللي يخدعك الشيطان. يلا طلق نفسك، طلق صافي طلق نفسك صافي، طلق. راه واخا نبقى معاك من هنا 20 سنه راه ما غاديش نغيرك الا ما بغيتي تغير نفسك اخويا. راه ما غاديش نغيرك لما غيرتي انت نفسك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا وغير بنفسك يا اخي. ما بغيتيش تغير بنفسك ما يمكنش نغيرك انا. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مزيان هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أن نزغ الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كتفهم هذه الآية فاش كتكلم غادي معايا جبتهم لك ابتسمتي شوية راه جبتهم لك باش تفهم أخويا غير باش تفهم أن الشيطان شوف شحال من آية كينبهك الله عز وجل على أن الشيطان راه كيغويك، على أن الشيطان كينزغ في قلبك، على أن الشيطان ينزغ، على أن الشيطان يغوي، على أن الشيطان يوسوس، على أن الشيطان شو شحال كيدير فيك وانت ما عارفش عدو ديالك. يا أخي عرف عدوك، راه هو عدوك يا أخي. دابا أنت غطيح لينا ما غاديش تطيح، راه نفسك. واش فهمتي ولا لا؟ راه نفسك الآن كتأمرك بسوء، وهاد نفسك الآن مريضة. ملي كتمرض النفس كتأمر بهذا السوء هذا، وكتبدا الأعضاء كتستجيب لهذا السوء فقط باش نخدم. فهمت اخويا ديك المسألة؟ فهمتي معايا اخي باش نحيد الفيديو؟ فهمتي هاد الامور هذه؟ غادي معايا اخويا الكريم؟ فهمتي قصدي شنو؟ راه ماشي القصد ديالي لو كنتي كطيح مرحبا طيح، راه ما عمرك غطيح، راه غتبقى انت واحد النهار غيجي ربما تولي كتنفاصم وتطيح اكثر وتولي تغوى. لهذا اخي انت 10 سنوات وانت من الرقيه 10 سنوات وانت كتضيع الفلوس في هذا الامر المخدوع فيه انت. لا ما كنتش عارف انا. وقول لا جديد هادشي. اي راك كنتي مخدوع فيه 10 سنوات وانت كتضيع. لا هادشي اللي قلت لك دابا راه غير تقريبا واحد الشهر دابا. اي دابا 10 سنوات اللي ظهر فيك هادشي، يعني من بعد 10 سنوات تاع الرقيه وانت كتمرض في نفسك. راه حنا قلنا لهم راه هادوك يسموهما هاد الجهال، هاد الرقاة الضلال، هاد الرقاة المغبونين، هاد الرقاة الجاهلين، هاد الرقاة التيك توك واليوتيوب والفيسبوك اللي كيعجبهم يبقاو يتصوروا بزاف. هاد الجهال هادو كيعجبهم هاد الامر، كيقول لك هذا هو الشيطان المتخفي. كيقول لك هذا شيطان متخفي. اخويا سير عندهم بقى معاهم
2080 راه ما غادي تضيع فلوسك، تضيع نفسك وتلقى راسك في عياذ بالله في امر خطير تاع الكهنه وتاع الشعوذه وتاع العرافه. لهذا قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدا صفحه جديده. مستعد داخل الكلمه؟ ان شاء الله. يلا حفظك. انا نقطع الفيديو اخويا. حنا عرفنا، حنا حاسين بك ماشي ما حاسينش بك، ولكن اعطيناك الحق، هذا هو الحق.